تعال اقول لك على فيلم يعتبر من افضل الافلام اللي شفتها من فتره، فيلم مليان مشاعر مختلفه صعب انك تلاقيها متجمعه غير في الفيلم ده. فيلم هتزعل جدا لما تخلصه وهتتمنى انه ما كانش خلص. الفيلم هو ليجند اوف ذا فول، وهو من بطوله انتوني هوبكنز وبراد بيت. فخليك معايا، انا كريم الخولي وده فلاش باك. يا روايح الزمن الجميل هفهفي وخدينا للماضي وسحره الخفي. بتبدأ الحكاية مع جنرال ويليام لودلو. لودلو كان جنرال في الجيش اللي كان بيحارب الهنود أصحاب الأرض الأصليين في أمريكا الشمالية. هو فهم طبيعة الحرب وإنها مش ممكن تكون الحل، وإنها الطريق الوحيد للجنون والدمار، وعلشان كده اعتزل الدنيا وأقام في منطقة بعيدة عن المجتمع المجنون، في منطقة وسط سهول وجبال مونتانا، في منطقة طبيعية لم تلوث بعد. لودلو أنجب 3 أطفال، ألفريد وتريستان والأخ الأصغر صامويل. وفي يوم من الأيام رحلت زوجته لأنها ما قدرتش إنها تعيش في وسط نقاء الطبيعة، ودي كانت أول ورقة تسقط في الخريف، واللي أثرت بشكل كبير في شخصية الابن الأوسط تريستان. تريستان كان مختلف عن إخواته لأنه كان فيه قوة الطبيعة وجموحها وشراستها وجنونها، وفي نفس الوقت كان فيه حنية الطبيعة وجمالها. تريستان كان التلميذ المفضل للخادم الهندي وانستاب، واللي علمه كل أسرار الهنود وقوتهم. وفي مرة من المرات كان تريستان بيسعى ورا فريسة ليه علشان يتفاجأ بوجود دب، واللي بيحاول يتصارع معاه، والغريب إنه بينتصر عليه وبيقطع مخلب من مخالبه، واللي بيفضل محتفظ بيه بعد كده وملازمه طول حياته، لدرجه انك هتشعر ان بقى في صله قويه جدا ما بين شخصيه تريستان والدب. بعد كده بيكبر الابناء وبيعيشوا حياه هادئه نوعا ما، لحد لما بنعرف ان صامويل اخوهم الصغير درس في جامعه هارفارد، وهناك اتعرف على سوزانا وخطبها، وقرر انه يرجع بيها لبيته في مونتانا. وطبعا كان في انتظاره على محطه القطر اخواته ووالده الجنرال لودلو، وهنا بيحصل اول نقطه تحول في حياتهم مع وصول سوزانا، لأن سوزانا أول ما وصلت شقلبت الدنيا من حواليها. ومع وصولها هنلاحظ انجذاب الأخ الأكبر ألفريد ليها، وهنلاحظ برضو انجذابها للأخ الأوسط تريستان. ومن هنا ليفل الدراما هيعلى، وهنلاحظ بداية الصراع والتوتر في الأحداث. ومن هنا برضو كان بداية الفساد في حياة لودلو وأولاده. بعد كده سوزانا بتروح بيتهم وتستقر فيه علشان تبدأ حياة ال4 رجالة تختلف تماما، ويضاف ليها اللمسة النسائية اللي كانوا كلهم مفتقدينها. لكن دخول سوزانا لحياتهم كان بداية المشاكل، لأن بعد كده صامويل عرف إن إنجلترا بلده الأم داخلة حرب، وعلشان كده قرر هو وألفريد إنهم يتطوعوا في الجيش الإنجليزي. ولأن لودلو عارف حقيقة الحرب وإن المستفيد الوحيد منها هم أصحاب السلطة، فرفض بشدة قرار أبنائه، لكنه للأسف مع الضغط اضطر إنه يوافق. لكن سوزانا بتنهار لما بتعرف إن صامويل هيروح الحرب، وبتطلب من تريستان إنه يروح معاه علشان يحميه. وفي لحظة حميمية ما بين تريستان وسوزانا ألفريد بيشوفهم، وبيتأكد ألفريد تماما ان في حاجه ما بينهم. بعد كده بيسافر الابناء ال3 للحرب وجنونها، وتريستان بيحاول يوفي بوعده لسوزانا ولودلو، وبيحاول ينقذ صامويل من مهالك الحرب. وفعلا بينجح في ده الفتره بالرغم من تهور صامويل واندفاعه المستمر نحو الموت. لكن في مره من المرات تريستان كان بيطمن على اخوه الكبير علشان يعرف بعد كده ان صامويل بيتطوع في واحد من فرق الاستطلاع. والاول مره منذ بدايه الحرب بيكون تريستان بعيد عن صامويل ومش موجود معاه في ميدان القتال علشان يحميه. وعلشان كده تريستان بيركب حصانه وبيجري علشان يلحقه، وبعد ما حصانه بيقع نتيجه لطلقات المدافع، فتريستان بيكمل جري بدون خوف من طلقات الرصاص والمدافع علشان يلحق اخوه. لكن صامويل بيترمي عليه احد القنابل واللي بتخليه مش قادر يشوف، فبيفضل يجري وهو بينده على اخوه تريستان، ونتيجه لانه مش شايف حاجه فبيعلق في واحد من الاسلاك الشيكه وبيبقى مكشوف للاعداء. تريستان بيشوف المنظر ده وبيحاول ان ينقذ اخوه، لكن يد القدر كانت أسرع من تريستان، ومات صامويل في مشهد يعتبر من أكثر المشاهد حزناً اللي شفتها من فترة. وبتسقط الورقة الثانية في الخريف بموت صامويل. لكن في مشهد حزين ومؤثر بيقوم تريستان بنزع قلب صامويل علشان يرجع ألفريد بقلب صامويل لبيت لودلو. لكن تريستان حزين ومش بيقدر يرجع البيت في الوقت الحالي، وفي غيابه بعد موت صامويل بيحاول ألفريد إنه يقرب من سوزانا، وبيصارحها إنه بيحبها من ساعة أول مرة شافها في محطة القطر. I'm in love with you. From the first moment I saw you, like in a novel. لكن سوزانا بترفض لأنها في الأساس بتحب تريستان ومستنياه. وبعد فترة من الزمن بيرجع تريستان البيت، وهنا ألفريد بيعرف إن فرصته في الفوز بقلب سوزانا بقت شبه معدومة، وبيعلى تاني مستوى الصراع في الحكاية لما بتحصل أزمة إن سوزانا بتختار تريستان على حساب ألفريد أخوه اللي بيحبها. وده بيخلي ألفريد يسيب بيت لودلو
علشان يجرب حظه في حته تانية. وزي ما الحرب اخذت صامويل من لودلو، فالمدينه وبريقها اخذت ألفريد برضه منه، لان ألفريد بعد كده نجح نجاح كبير جدا. وفي اثناء رحله صعود ألفريد كان في رحله صعود من شكل تاني، وهي رحله صعود قصه حب سوزانا وتريستان، لكنها كانت بدايه النهايه لقصتهم. وده حصل لما احد الحيوانات اللي بيرعاها تريستان هرب منه، وهو بيطارده الحيوان اتعلق في واحد من الاسلاك الشيكه اللي موجوده حوالين المزرعه. تريستان حاول بكل طريقه انه ينقذه لكنه مات في مشهد مشابه لمشهد موت اخوه الصغير. فتريستان بيظن انه ملعون، وان كل اللي بيحبهم ويقربوا منه لازم هيموتوا، وده بيخليه يسيب بيته وسوزانا ويسافر هائم على وجهه بدون ان يتعلق باشخاص او اماكن من الممكن انه يلحق الضرر بيهم. وبالرغم من غيابه لكن سوزانا فضلت مستنياه لحد ما يرجع، لكن للاسف تريستان ما رجعش، وبعت ليها جواب انه مش هيرجع وانها لازم تتجوز من حد تاني. وبعد اختفاء تريستان زار ألفريد علشان يبلغ الجنرال لودلو انه هيتم ترشيحه للكونجرس الامريكي، وانه هيبقى من كبار رجال الحكومه. لكن لودلو ما كانش بيكره في حياته غير حاجتين، هما الحرب والحكومه، لعلمه بسوء نوايا الاثنين. علشان كده رفض فكره انه يأيد افعال ألفريد، وطرده هو ورجال الحكومه من البيت. واثناء خروج ألفريد قابل سوزانا وهي قاعده حزينه بعد ما قرأت جواب تريستان، وعرف ألفريد بموضوع الجواب، وحاول انه يحيي الامل الجديد وانه يحاول يقرب تاني من سوزانا. لكن لودلو بيمنعه علشان نشوف مشهد يعتبر من اقوى المشاهد التمثيليه في الفيلم. You get out of my house and get off my land. Why? Because like you, I love a woman who doesn't love me. Please. I loved her. I love her still. لودلو لما بيشوف جواب تريستان بيحصل له جلطه بتخليه يتشل وبيبقى غير قادر على الحركه. وبعد مرور وقت كبير بيرجع تريستان وهو فاكر ان الاوضاع زي ما سابها، لكنه بيعرف ان سوزانا اتجوزت ألفريد من فتره وسابوا المزرعه وبقى عندهم اولاد. وبيكتشف برضه مرض والده علشان نشوف تاني اكتر مشهد محزن بالنسبه ليا بعد مشهد موت صامويل، وهو مشهد جنرال لودلو بعد المرض وبعد شعوره بفقدان تريستان. وبعد استقرار تريستان بيحاول انه يتواصل مع اخوه سوزانا علشان نكتشف ان سوزانا بالرغم من مرور السنين دي كلها فهي لسه بتحبه. فيا ترى ايه هيبقى شكل العلاقه ما بين سوزانا وتريستان والفريد بعد كده؟ ويا ترى هتستمر اسطوره الخريف في التحقق وهنفقد ناس تانيه، ولا تريستان هيقدر انه يحافظ على اللي حواليه ويمنع انه في اوراق تانيه تقع؟ وده اللي هنعرفه لما نتفرج على الفيلم. الفيلم بيتكلم عن تأثير الطبيعة والحرب والحب على الأفراد، وفي الفيلم كان للطبيعة تأثير قوي على تريستان، والحرب خطفت صامويل، والحب دمر العلاقات ما بين الإخوة الثلاثة. الفيلم كمان بيناقش فكرة إن ما دام الإنسان مرتبط بالطبيعة فهو غالبا هيعيش حياة مستقرة وهادئة لحد ما تتواجد أطماع المجتمعات الحديثة واللي بتؤدي بالتبعية للدمار. إحنا بقى عمالين نقول أسطورة الخريف أسطورة الخريف. طب إيه هي أسطورة الخريف في الأساس؟ الأسطورة بتقول إن زيوس كبير آلهة الإغريق اتجوز ديمتر آلهة الزراعة والطبيعة وخلف منها بنت اسمها بيرسفيني وهي آلهة الزهور. بعد كده هيدس ملك العالم السفلي خطف بيرسفيني بالاتفاق مع زيوس، ومع ذهاب آلهة الزهور للعالم السفلي ومع حزن أمها عليها توقفت المحاصيل والزهور. بعد كده توسلت ديمتر لزيوس إنه يرجع لها بنتها، وبعد ما وافقت زيوس رجعت آلهة الزهور، ومع رجوعها رجعت الحياة للأرض من تاني. وأصبح الاتفاق إن بيرسفيني آلهة الزهور تزور العالم السفلي 4 شهور في السنة، وأصبحت زيارتها للعالم السفلي هي بداية شهر الخريف. ومن هنا ربط الناس الخريف بفكرة الموت وانتهاء الحياة. بس دي الأسطورة اللي ممكن يكون في ناس كتير عارفينها، لكن بما إننا في فلاش باك فلازم نفكر بشكل مختلف ونفسر برضو الفيلم بشكل مختلف ونخلي فكرة الخريف أشمل من إننا نحصرها في الموت بس. فالخريف بالنسبة لي هو عبارة عن مجموعة من الفصول، في من أناقة وغرور الربيع، ومن سخونة الصيف وقسوته، ومن قوة الشتاء وسطوته. الخريف بيمثل عربضة الطبيعة وجموعها. الخريف هو بداية الحياة ونهايتها، زيه زي تريستان بالظبط. سلام.